السلام عليكم. حالة أمي بدت الشهر الثاني. قالوا عندنا مرض بنكرياس. فبالبداية قالوا لي حميد إنه ما يستلزم شيء. بعد فترة شهر شهرين بدت تطلع عندنا مضاعفات وصفراء انسداد وحالتها بدت تدهور إلى أقصى حالة. وديناها بين المستشفيات، يعني وصلنا لحالة إنه ما قدرت المستشفى تتعامل ويا الصندة مال الصفراوية. دزونا على مجمع طبي. قال إنه الصفراوية هاي يحتاج لها تقريبا 20 ورقة. طبعا ها كل يعني دبرناها، أهل الخير ساعدونا بيها وسوينا العملية. بعدين وراها قالوا إنه العملية تحتاج إنه الورم نوع موضعي مخاطي. موضع مخاطي ولازم بهذا الشهر يسوى عملية. فإحنا رحنا للطبيب، واحد من الأطباء اللي دخلنا له قال إنه هاي الحالة لازم إلا هذا الأسبوع تسوى. قلنا له يعني هي حالة مثلا سوء تغذية قوي وعملية هي شيء فتح بطن ودم، ما راح تتحمل. قال لا، قال هي هاي حالتها لو تدخل لو تموت، يعني ما حد يستقبلها بعد. فإحنا ورا ما دخلنا سوى العملية، المفروض يستأصل الورم. بعدين تفاجئنا بساعتين يقول لا والله إحنا سوينا عملية مجرى مال المعدة ويا سوء التغذية. يعني هو الطبيب يعرف المفروض إن سوء التغذية راح يأثر على التئام الجروح. دخلنا الجرح كان ما يتم، وهاي صار من الشهر السادس لهاي اللحظة الشهر الثامن دخلنا به. مثل يعني شلون واحد داخل البطن حوت، يعني التكاليف يعني صعبة حيل. يعني من الطوارئ رجعنا صراحة، طوارئ وقفنا بالطوارئ. جابوا دخلوها استقبلوها بفلوسها، قالوا لا ما نستقبلها ما دام يعني الطبيب الفلاني ما نستقبلها. بس جينا المستشفى مهرباني، يعني قمة الرحمة، استقبلوها ومعاملة يعني أحسن ما يكون. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی